السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معي فيديو جديد على القناة. نتمنى يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كنعتذر على التأخير لأنني صراحة كنتأخر باش ننزل فيديو لأن عندي مشكل في الوقت، وكذلك عندي ظروف شوية اللي كتخليني ما كنلقاش الوقت باش نشارك معكم الفيديوهات. بالنسبة لهذا الفيديو اليوم، هو الفيديو اللي طبقت فيه الريسك مانجمنت والماني مانجمنت اللي كنت شاركت معاكم. فمن الاسباب اللي خلاتني نشارك معكم التطبيق ديال هذا الفيديو، لان واخا تاخرت بغيت نحطو لكم باش تشوفوا بانه ممكن انك تخدم بهذه الطريقه هذه اللي عطيتكم، وتقدروا انكم تفاليديو. بالعكس كتكون واحد الطريقه اللي كتخدموا نتوما مرتاحين وعارفين راسكم شنو كديروا. ومن بين الاسباب كذلك اللي خلاتني نشارك اصلا هذه الفكره هذه ديال اسهل طريقه ونختصر عليكم الوقت، هي ان اغلب اللي كيتواصلوا معايا هما ولاد الشعب. يعني صعيب انه يبقى يشري تيست ويحرقو ويشري تيست ويحرقو. فهاد الطريقه هي سهله وغير مكلفه، سواء كنتي يلاه بديتي كتعلم، فاحسن طريقه هي هذه انك تداول بدون عشوائيه. كذلك بالنسبه للناس اللي مازال كتشري لي تيست وكتحرقهم، فالاغلبيه ما عندهمش الامكانيات. ومن بين العوامل اللي كتخليك انك تحرق لي تيست اكثر فاكثر هو داك الاحباط اللي كيجيك من بعد ما كتخسر داك الحساب اللي كتكون انت اصلا. هادوك الفلوس اللي شريتي بهم التيست كيكونوا اما تسلفتيهم، اما مشيتي خدمتي فيهم، اما خديتيهم من عند الوالد. يعني كاين بزاف د الحالات كيتواصلوا معايا. فراه الطريقه سهله، خذ ديمو تدرب فيه لانك تفاليدي هاد التيست. ترجعوا للفيديوهات وغتلقاو الطريقه. وكنعطيو لشخص اخر اللي كيقوم بدور الشركه. هذاك الشخص ملي كتشوف راسك انت فاليديتي شحال من مره، يعني فاليديتي المره الاولى واخا هو ديمو، ولكن ضروري ان الفيلين اللي يكون عندك ديك الساعه هو انك كدوز اختبار. وقتاش كيتاكتيفا هذا الفيلين هذا عفوا كيتاكتيفا ملي كتعطي لشي شخص، يعني مثلا الصديق ديالك. يعني الا كنتو نتوما جوج كتدربوا، واحد يعطي لواحد هو اللي يكري لك الديمو، وغادي يعطيه لك على اساس انك غادي تجتاز الاختبار. هنا كتكون عارف بان واحد الشخص غادي يشوف لك الحساب. وهذاك الشيء اللي كيوقع مع الشركه. لقاوك فاليديتي راه كيفاليديو زعما نجحتي في الشروط، راه كيتفاليدا. ما نجحتيش راه كتخسر التيست. داكشي اللي يكون مع داك الصديق. فهذه احسن طريقه انكم تدربوا بها، لان النفسيه والاشاره الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي يكونوا على النفسيه. ما كنوعدكمش دائما بالتوقيت لان قلت لكم عندي واحد الضغط في التوقيت حاليا، خصوصا هذه الفتره هذه ما غاديش نقدر نلتزم زعما نحط لكم بشكل متسلسل. ولكن غادي نحاول كل مره نحط لكم موضوع في النفسيه حتى ان شاء الله نتجاوزوا مع بعضياتنا جميع المشاكل. شنو اخر بغيت نضيف؟ اللي بغيت نضيف لكم هو ان التريدينغ هو واحد السلسله مرتبطه من واحد، بحال قلنا واحد هذيك السلسله اللي كتكون في العنق ولا الدرج. راه كل درجه عندها معنى. كل حاجه كنديروا وحده فوق وحده وكنطلعوا. يعني عندنا خصك تتعلم، خصك ريسك مانجمنت، خصك بلانين، خصك جورنالين، وخصك تطبق كاع داكشي اللي درتيه من قبل. طبق اللي تعلمتيه، طبق البلانين ديالك، طبق الجورنالين ديالك. يعني الجورنالين مهم جدا. هادشي تقدروا ترجعوا ليه في الفيديوهات السابقه، لان اقسم بالله عطيتكم كل شيء اللي يوصلكم غير بغيتوا تضيعوا الوقت. فاش كتبدا كدير جورنالين لصفقاتك، هذاك الجورنالين كيخرجك بالسيت اب ديالك، ما عندها حتى علاقه بشي مدرسه. بالنسبه لي انا هو اللي ساعدني انني نولي واحد الانسانه كتريدي غير بعينيها. اغلب صفقاتي انا وقتاش كنبدا نرسم، حتى كنبغي ننزل لكم الفيديوهات. يعني مثلا تقرر انني اليوم غادي نصور لكم فيديو، فكنبدا كنحل الشرط وكنشعل الكاميرا وكنبدا نتريدي وكنصور كنرسم. ملي كنتريدي راسي ما ناوياش ندير حتى فيديو ما كنرسمش. علاش؟ لان هذاك الجورنالين
خرجني بواحد الافكار اللي هي هاد الصفقه هادي كندخل ليها هاد المره وقع فيها، رجعت عليا تنقيد. شنو السبب اللي خلاها ترجع؟ شنو السبب؟ فين خرجت؟ فين دخلت؟ من بعد كيبقى داكشي كيتفلترا. يعني هادوك اللي غالبا كنخسر فيهم، لانك كتخرج بواحد العدد اللي كيتسمى الوين رايت. يعني عدد الصفقات الخاسره وعدد الصفقات الرابحه من سيتاب وحده، يعني من اونطري وحده. مثلا مولف مثلا انا كندخل هنا، مثلا كندخل من هاد لي زون هادو اللي كنكون انا تراسيتهم، اما كيكونوا تي بي قديم. المهم هادشي ندير عليه فيديوهات. المهم فاش كندخل من واحد البلاصه تنكون ديجا انايا راه درت شحال من صفقه اللي عطاتني هاد النتيجه اللي كتشوفوا. يعني اي حاجه شرحتها لكم في هاد القناه راها مهمه. وبالنسبه للفيديوهات اللي سديت واللي كنتوصل باسئله عليهم، انا راه ما لقيتش شي حل اخر، لانني انا بغيت ندير واحد الدوره، ماشي دوره، بغيت اللي يدخل لهاد القناه مبتدئ يخرج منها ما يحتاج لحتى شي واحد. اي حاجه غادي تجيه في راسو غادي يلقاها في هاد القناه هادي. من يبدا فيها من الصفر حتى النهايه تيولي يسحب. فبغيت داكشي يمشي متسلسل. ملي قلت سولت وقلت غادي ندير الفيديوهات بريفي، قالوا لي ماشي في مصلحه القناه، يعني اللي غيوقع مشكل مع اليوتيوب وما غاديش يبقى يقترح القناه. وبالتالي انا شنو هدفي من القناه؟ هو انني انا نخلي الاسم ديالي، منها كنعاون وكندي دعاوي ديال الخير، ومنها يعني حتى انا ندير الاسم ديالي في هذا المجال هذا. فقالوا لي بان هذا المشكل راه ما يمكنش الا درتي بريفي غادي تضر قناتك، فالحل هو ديريهم باشتراك، والثمن درتو 50 درهم. فاللي بغى يشوف الفيديوهات السابقين يشترك ماشي مشكل، ولكن باش يلزمني، لان كاين اللي تيقول لي واش باقا تنزلي فيها باش يشتركوا. سبحان الله، مفارقات غريبه. ثمن 50 درهم، وانسان كيسولني واش مازال غنحط ليه سيتاب اللي كنت بعتها ب 10000 درهم تجيني قليله فيها، لانكم كتشوفوا النتائج ديالها. ف غادي نبقى نحط وقت ما لقيت، لان انا المشكل عندي هو الوقت. فوقت ما لقيت وقت انني نحط فيديو غادي نحط فيديو، وغادي يكون مسدود نهار غادي نكمل، غادي نفتح القناه. كنظن واضح. فالمهم الا كان عندكم اي استفسار على هادشي اللي هضرت عليه في الفيديو، مرحبا به، سواء على الصفقات، على اي سؤال مرحبا. كنخلي لكم روابط التواصل معايا. وصلت نهايه الفيديو ديالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.